ده الطالب ايه وده الطالب بي. الطالب ايه ده شخص مجتهد وما بيبطلش مراجعه ولا مذاكره ليل نهار من اول يوم في الترم لحد اخر. طالب بي ده بقى بيبقى شخص رايق ولمم الدنيا قبل الامتحان باسبوعين، وتشوفه قبل الامتحان تلاقيه هادي خالص، تقولش الامتحان متسرب له. بس لو جيت سالتك بقى تفتكر مين فيهم هيجيب الدرجه الاعلى؟ من غير ما تفكر انا اللي بجيب درجه اعلى. ازاي انا بذاكر اكتر منه؟ هو ده بالظبط اللي انا جاي اقول لك عليه، بما اني كنت الطالب ايه وجربت حاجات كتير بحكم صناعه المحتوى عشان ابقى زي الطالب بي. فانت من خلال الخمس خطوات اللي قدامك دول هتعرف اخيرا ازاي تذاكر اقل وتجيب درجه اعلى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا صديقي جميل، عامل ايه؟ والله العظيم وحشني جدا جدا جدا. انا اسف جدا يعني على الغيبه الطويله دي، بس يعني كان في امتحانات ضغطها وحش حبتين 3 4 كده، واتمنى من الله الا يتكرر انقطاعي هذا، وباذن الله بوعدك بحلقات دسمه وكلها معلومات ومتعه متعه متعه. كفايه ثرثره ويلا بينا نخش في الفيديو. اول نصيحه للاسف انت بتعملها غلط، بالرغم من ان انا قلتها لك كتير وكل تقريبا الناصحين قالوا لك نفس النصيحه كتير، اللي ده ما منعنيش انا شخصيا اني اقع فيها الترم ده. كان في امتحانين في اول الترم كده، والحقيقه انا كنت في الاول لسه ما اتعودتش، فاهم انت، على ضغط الامتحانات. كنت مركز وقتها ان انا اراجع المنهج اكتر وابدا ازود في حفظ المنهج، ودخلت الامتحان بعدها. فلما غلطت في الامتحان طلعت من الامتحان قعدت احلل غلطاتي اشوف هو انا غلطت ليه، بالرغم من ان انا فعلا اجتهدت جدا. لقيت ان انا فعلا ما استغلتش الوقت في ان انا اعمل حاجه فعاله اكتر، وكنت مشغل وقتي بفكره ان انا عايز اذاكر فعلا كم كبير او يعني وقت كبير عشان ابقى انا كده مجتهد. فبدل كل اللي انا عملته ده كان المفروض ان انا مثلا ازود في حل الامتحانات السابقه، احل كويز، احل مثلا اشرح لحد زميلي ولا حاجه، او ممكن اعمل خريطه ذهنيه. عشان كده اول نصيحه انصحك بيها هي انك تشيل من دماغك خالص فكره ان المذاكره بعدد الساعات كتير، ولكن بفكره انت هتعمل ايه جوه الساعات دي. بس لو انت فاكر النصيحه الثانيه هتبقى زي الاولى سمعتها قبل كده فانت غلطان قوي. النصيحه الثانيه بجد لسه انا شخصيا عارفها من 3 4 ايام، وهي المبدا بتاعها مش موجود بينا كتير يعني بصراحه، فعشان كده خليني ابسط لك فكرتها. وكمان لما تجيب مجموع ان شاء الله وتفتح قناه يوتيوب السنه الجايه تبقى فاهم الدنيا شويه. قول امين يا عم. من احد اشكال المعاناه اللي انا كنت بعانيها في صناعه المحتوى والستيل والله بعانيها لحد دلوقتي هي فكره انك بتعمل حاجات كتير قوي. الحقيقه طول الفتره اللي فاتت دي كنت بشتغل على فيديوهات بشكل فردي، يعني ما فيش مثلا فيديو بنزله واكون راكنه من زمان، لا هو دايما الفيديو بيبقى اتعمل اتصور نزل خلاص، فاهم انت الموضوع. بالنسبه لي بخلص فيديو وهنشره على طول. فلما قعدت ابحث بقى بعد كده واشوف هو صناع المحتوى الكبار بيعملوا ايه، اكيد مش بيعملوا كل الكلام ده، اكيد بعمل حاجه غلط. ففعلا قعدت بحثت واتعلمت ان في فكره اسمها باتشين، وهي ببساطه ان انا اعمل الحاجه الواحده تبقى دفعه واحده. بمعنى ان انا بدل ما اشتغل على الفيديو بكل اجزائه المختلفه واخلص الفيديو وارفعه، لا ان انا مثلا هكتب سكريبتات 4 فيديوهات، بصور دلوقتي انا هخلص تصوير دلوقتي وهصور لك الفيديو بتاع شهر 2. فانت مثلا لو عندك عربي ورياضه وفيزياء وانجليزي، بدل ما تذاكرهم بنفس الترتيب اللي انا قلت لك عليه ده، قسم الموضوع وخليه على جلسات مذاكره، بحيث ان انت تذاكر الحاجات اللي محتاجه تشغيل دماغ وتفكير وبص يعني عارف انت بقى اللي هو خطوات وحوارات كتير قوي زي الرياضه والفيزياء هتذاكرهم في جلسه واحده. بينما العربي والانجليزي ممكن برضو محتاجين تفكير برضو معاك، هو مش موضوع مش سهل يعني، بس انت برضو مش هيبقى بنفس القدر والكميه بتوع حاجه زي الفيزياء. عشان كده تاني نصيحه بنصحك بيها وهي انك تعمل الحاجات اللي محتاجه تركيز واحد دفعه واحده. والتركيز ده بقى هو اللي هينقلنا على ثالث نصيحه، بس قبلها اسمح لي اطلب منك طلب. من اكتر الصعوبات اللي بتواجهني في كتابه السكريبت هي فكره ان انا اقول لك يا ايه، اللي هو يعني صديقي الجميل انا بقولها بس يا معروفه ان غلط نصر نجيب. فبقترح كده لو احنا يبقى لينا مثلا اسم واحد كده، عارف انت اللي هو مثلا يعني في ناس بتروح الجيم فيبقى اسمهم الجيماويه، انت ايه رايك انت ممكن يبقى اسمنا ايه يعني؟ فحط الاقتراحات بتاعتك في التعليقات وانا ان شاء الله اشوف كل التعليقات وهشوف احسن اسم، وحتى لو هنعمل فوتنج عليه بحيث ان احنا يبقى لينا اسم لوحدنا. التركيز ده بقى هينقلنا على ثالث حاجه واللي انا ودفعتي كلنا طبقناها الترم ده. في يوم من الايام كان عندنا في محاضره تشريح، والمحاضره دي بصراحه كانت مميزه شويه لان هي كانت مراجعه من ضمن الدكتور وضع الامتحان على اهم اجزاء المنهج. فزي ما انت متوقع حاليا اكيد هيبقى في المحاضره دي حاجات مهمه بتتقال وغالبا هتيجي في الامتحان. فالدفعه كلها اللي كانت قاعده في المحاضره تقريبا كانت الدفعه كلها فعليا يعني كانت مركزه تركيز جبار، وبالفعل جه جزء كبير من المحاضره في الامتحان، وكنا سبحان الله بنحل مش بمذاكرتنا اكتر ما كنا بنحل باللي احنا فاكرينه من الدكتور وهو بيشرح، لاننا كنا مركزين جامد جدا. فلو انت فعلا عايز توفر في وقت المذاكره طبق النصيحه الثالثه وهي انك تركز اكتر بكتير جدا في وقت الشرح. بمناسبه الشرح هقدم لك راعي فيديو النهارده، هي منصه جوكر، منصه اللي انطلقت حديثا في الترم الاول ولكنها قدرت تساعد طلبه كتير جدا في مصر كلها من خلال ان هي تعمل لهم مراجعه شامله فعلا كل اجزاء الترم الاول،
ده لان كل القائمين عليها هم اصحاب خبره في المجال التعليمي. فلو انت اولى ثانوي او تانية ثانوي ولحقت تكون من ضمن اول 100 مشترك، فانت هتاخد الماده الواحده للشهر كامل ب 50 جنيه بس. تقدر تروح تجرب وتشوف الشرح وانت اللي هتحكم بنفسك. هسيب لك اللينك في الديسكربشن وفي اول كومنت. دلوقتي بقى هكلمك عن السر اللي بجد فرق معايا كتير، واللي ناس كتير الحقيقه بتستغربوا لما بتلاقيني ان انا بقول في الفيديوهات انك تقدر تخلص 10 صفحات في ساعه. والحقيقه انا بصراحه كنت زيهم كده، بس لحد ما سمعت ديلي صبري او احمد صبري لما طلع في بودكاست وكان بيتكلم عن فكره قانون اسمه باركنسون. هو ببساطه ان العمل بيمتد لحد ما يشغل الوقت اللي انت محدده له. فلو انت مثلا على سبيل المثال قلت انا هخلص مذاكرتي النهارده في 10 ساعات، تخيل ايه اللي هيحصل؟ هتقعد 10 ساعات عشان تخلص. لو انت فعلا عايز تنجح المذاكره، اعمل النصيحه البديهيه اللي للاسف ما حدش بيعملها كتير، وهي انك تحدد لنفسك عدد ساعات للمذاكره. عشان تطبق النصيحه دي انت محتاج ما تقعش في الغلطه اللي انا وقعت فيها الترم ده. لما كنت في مره من المرات رايح امتحان، كنت انا وواحد صاحبي وكنت براجع كده ببص على جزء من اجزاء المنهج، لقيته بيقول لي هو انت مش فاكر الجزء ده كويس؟ قلت له ايوه الحمد لله. فسالت نفسي فعلا هو انا ليه براجع حاجه انا مذاكرها كويس؟ هتقولي يعني انا ما ببصش على الحاجه اللي انا مذاكرها كويس مثلا وقت الامتحانات خالص؟ اقول لك ببساطه راجع الحاجات اللي المستر كان بيقول عليها يا جماعه الجزء ده مهم وغالبا او بنسبه كبيره جاي في الامتحان. هي الحاجات دي اللي فعلا تراجع عليها، وغالبا انت بتكون محددها بالهايلايتر. ولو انت عندك وقت فعلا يعني مبارك كتاب كلمه كلمه. اما لو انت مزنوق قوي في المواد اللي عندك، فانا الحمد لله بعد 100 امتحان في سنتين ونص كليه طب عرفت ازاي فعلا تقدر تتعامل وتلم نفسك في زنقه الكلاب. هسيبها لك الموضوع في الفيديو ده. سلام.